انا دلوقتي هسلقها عشان اعملها لكم كرات البطاطس الهشه حلوه هتعجبكم، محشيه بالجبنه، حبه ملح صغيرين ونسيبها تتسلق براحتها. حطيت لها ملح وفلفل وهبتدي ادعك فيها لمده 10 دقايق، مهرسه اكتر كل ما هتبقى انعم، وانا حابه ان هي ايه تبقى ملمسها ناعم وجميل. يلا عشان حبايبي هجيبلكوا جبنه تركي اهو، عشان حد حوش يا جماعه. يلا اهو جبنه تركي بالزيت عشان خاطر ايه بكورها كده واحطها في التلاجة. العجينه دي حلوه قوي يا جماعه، بتخلي البطاطسيه هشه. طبعا انا عامله كميه قليله لاني ما بحبش اقلي كتير واركنه، انا بحب الحاجه اقليها اول باول تبقى سخنه كده وحلوه. ارمي عليها بقى كده اهو ده جنب لوحده عشان ملخبطش الدنيا. عشان كده انا عايزه اوريكم ايه الشكل النهائي. اتصل الاول كده بالبقسماط الاثنين واضمن ان هي مسكت اهي ده كده ايه بيض وبقسماط كده. البيض والبقسماط اهو الواد الدقيق العجينه. طبعا اللي بالبيض احمرت قوي لان البيض ما بيستحملش درجه الحراره، بتأثر تحمر، تيجي تاكليها تبقى طريه بقى والجبنه مطه فيها كده خيال. بتاعها بقى الجبنه سايحه منها. بصوا يا جماعه الجبنه، بصوا الجمال. يا رب بقى كانت محسن تعجبكم، ولو عجبتكم ابعتوا لي لايك وشير، يا ريت تعليقات كده حلوه منكم وقولوا لي تسلم ايديك يا ام حسام.